السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم هاد الوصفة الرائعة جدا، تاكوس بالدجاج ولكن بالمذاق ديال الشاورما. استعملت هنا واحد المكون سري كيعطي التاكوس واحد المذاق رائع. يعني كتحير انك واش تاكل التاكوس ولا الشاورما. يعني مع هاد لاصوص اللي حضرت واحد لاصوص رائعة، كما نقولوا اختراعاتي في العلا. كتجي زوينة بزاف، او يعني لاصوص الجيريان اللي يعني المعتاده المعروفه ديجا استعملتها معكم المره اللي فاتت، حضرتها في الطاكوس ديال الكفته. ما نطولش عليكم، ندوزو المراحل. هنا اعزائي المشاهدين نبداو المرحله الاولى ان شاء الله. هذا هو الدجاج ديالي اللي غادي نخدم به هذا الطاكوس. كتبقى ديما الكميه على حسب عدد على حسب عدد افراد الاسره. انا خديت الدجاج ديالي كما كتشوفوا، قطعته الى شرائح يعني صغيره، ومعروف راه مغسول ومقاد ناضي. ندوزو دابا للتتبيله اللي غنحضروا ليه. غادي نضيفوا له واحد شويه ديال الملحه وشويه، ولا نبداو نيشان مباشره. هنا كبيت واحد شويه ديال الحليب باش يعطينا الطراوه، ونديروا له واحد القبيصه ديال الملحه، ونضيفوا واحد 2 معلقات ديال الخل ديال الحامض. الا كان عندكم الحامض الطري ديروه، انا ما كانش متوفر ليا وهذا تعجبني نخدم به، داكشي علاش كيعطي واحد المذاق زوين. هنا عندي واحد العلبه ديال الزبادي، يعني دانون مسوس. غناخذ النصف ديالها، النصف ديال دانون، والنصف غنخليه غنستعملو في واحد لاصوص اللي غادي نحضر معكم اللي غنرافق معاه. كما كتشوفوا انا درت النصف ديال العلبه، وممكن نتوما كتبقى الكميه على حساب. الا كانت كميه اكثر ديال الدجاج تقدروا ديروا واحد كامل، ماشي مشكل. هنا ضفت واحد معلقه ديال المايونيز فقط، غير باش تعطيه واحد المذاق زوين. وغنضيف واحد المعلقه كذلك ديال الموطارد، حتى هي كتعطيه واحد يعني النكهه زوينه. فاش كيمتزجوا هاد العناصر كيعطيو واحد يعني واحد البنه رائعه. وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال لاصوص صوجا، هذه كتبقى اختياريه، بغيتو ديروها ما بغيتوش يعني كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هنا غادي ندوزو العطريه ديالتنا التوابل. عندي هنا واحد شويه ديال سكينجبير معلقه، عندي التحميره، عندي الابزار، عندي شويه ديال الخرقوم بلدي، وعندي الزعفران شعره، وعندي تومه بودر، وعندي شي شويه ديال الزعتر. انا يعني تقريبا كنستعملو في الوصفات ديالي بزاف. وهنا غادي نجيو للمكون السري ديالنا اللي كيعطي ديك الذوق ديال الشاورما، هو القرنفل المطحون. قرنفل مطحون مزيان. وغادي نضيف هاد التوابل ديالي كامله الدجاج ونرقدوه. هي ما يكرهش زعما كون شي لا خليتوه بات، صايبتوه في الليل وتبات، ولا غدا ليه طيبوه، راه ما نقول لكمش كيجي شارب ديك العطريه. غزال كيجي بزاف. نتمنى تجربوه، راه غيعجبكم بزاف بزاف. هنا اعزائي المشاهدين نبداو نحضروا لاصوص ديالنا البيضاء اللي غادي نرافقوا مع هاد الطاكوس. هنا راني يعني حطيت العناصر اللي غادي نحتاج كاملين. نبداو على بركه الله. هنا عندي واحد 200 مليلتر ديال قشده طريه كما كتشوفوا هكذا. غادي نضيف عليها واحد النصف ديال العلبه ديال دانون اللي بقات لي من قبل اللي حضرت بها الدجاج. قلت لكم غنحتاجها في لاصوص. غنضيفها كذلك على ديك القشطه الطريه، نقبها، كتعطي واحد المذاق رائع كتجي في هاد لاصوص. غادي نضيفو 3 قطع ديال الجبن مثلث، يعني هذا كيبقى على حسب نتوما اي نوع بغيتو تستعملوا، ممكن تستعملوا اي نوع عندكم.
درت هنا جوج، نزيد القطعة الثالثة كما كتشوفوا معايا كدا. كتجي هاد لاصوص رائعة صراحة. هنا زدت واحد نص بصلة محكوكة مع واحد يعني واحد قبصة من القرنفل غير قبيصة، عرفتي كتجي في لاصوص هائلة. انا هاد لاصوص يعني جربتها، انا مزجت هاد العناصر وعرفتي عطات واحد يعني ماشي نقول لكم شتا انتي حط ولا خديتها، درتها من راسي والنتيجة كانت ولا اروع كما يقولوا. ضفت شوية ديال الملح، ضفت واحد شوية ديال البزار فلفل اسود، وشوية ديال الزعتر مطحون كذلك، وضفت الثوم بودر كما كتشوفوا. والمايونيز كيبقى اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش كيبقى اختيار ليكم ديما. انا درت واحد شويه منه. غنمزج هاد العناصر مزيان هكذا بالطراب اليدوي. بغيتو تستعملوا المكسور ممكن ديروه، انا استعملت غير الطراب اليدوي فقط. ولا بغيتو يعني تزيدوا تعطيو واحد النكهه زوينه وواحد هذا يعطي دابا وطلع واحد الريحه غزاله. الا بغيتو يعني تزيدوا ديروا ممكن ديروا واحد يعني غير شي شويه ديال الهريسه، انا تتعجبني تغير اللون ديال هذا والطعم كذلك. غير شي شويه ما نكتروش على حساب الوليدات الصغار باش تا هما واخا يعني ياكلوا معنا واخا يغمسوا فيها ما يخافوش كما يقولوا. ونتمنى تجربوها، راه عرفتي ما نقول لكمش ريحتها غزاله وكتجي رائعه جدا، ممكن تستعملوها حتى للسلطه. هنا اعزائي المشاهدين خديت واحد قولوا بصله كبيره، او الا كانت بصله موينه تاخدوا وحده ونص. خديتها وشلطتها درتها هكا في المقله تشحر، درت معها شويه ديال زيت المائده او زيت العود على حسب الذوق، درت لها شويه الملحه ونخليها تنزل مزيان تشحر. منين عادي تهبل لينا تهبط شي شويه، من بعد عاد غادي نضيفوا ليها هذاك الدجاج اللي حضرنا مسبقا. يعني ها هو كما كتشوفوا معايا، شفتوا اللون ديالو هذا يعني راه ما خليتوش رقد ليله كامله. كون خليتو رقد ليله كامله تشوفوا المذاق كيجي فيه رائع جدا. يعني راه هنا خليته تقريبا واحد 2 ساعات هكا، ونحركوه هكا تينزل لينا يعني ينزل لينا داك البصله ديالنا مع الحمات، وباش يعني تشحر مزيان. هنا من بعد ما خليته تشحر مزيان ضفت ليه واحد شويه من لاصوص البيضاء اللي حضرت ليه غرافق معاه، وخليته عاوتاني يتعلق مزيان تيشرب ما يبقاش فيه الماء. هذه هي الطريقه. هنا اعزائي المشاهدين رجعت لكم يعني في المرحله الاخيره من بعد يعني ما حضرنا كل شيء ديالنا. هنا غنبداو نوجدوا يعني الطاكوس ديالنا. خديت الرغيف ديالي كما كتشوفوا. انا يعني نبداو نخدمو. هنا راني وجدت يعني الفريت الدجاج ديالي ها هو مصايب معلك، ما نقولكمش كيف جا غزال. هنا انا كيعجبني الخضر نضيفهم على حساب الوليدات الصغار. دايره شويه البصله وشويه ديال الخس، ودرت هنا شويه ديال الخيزو محكوك وشويه ديال الخيار والزيتون مقطع الى شرائح. هذا الشيء كيبقى على حسب الذوق، ممكن تضيفوا حتى الطماطم يعني على حسب الذوق ديال كل واحد. انا كنفضل ندير يعني خضر ما يكونش يعني غير اللحوم في الطاكوس، وما نقول لكمش كيجي رائع جدا. هذه لاصوص اللي حضرت معكم، نبداو على بركه الله. هنا انا خديت شويه المايونيز دهنت به هو الاول الطاكوس ديالي. ولما بغيتوش ديروا ممكن يعني تكتفيو بالصلصه اللي حضرت معكم الاولى. وهنا هذا يعني راه معروف غني عن التعريف الفرماج ديال لي ساندويتش. هنا خديت الرغيف ديالي وبديت كندير فيه، درت غير شي شويه ما كثرتش باش ما يجيش ساندويتش يعني مداير بزاف هكذا. بهذه الطريقه هذه كندهنوا الرغيف ديالنا مزيان. بهذه الطريقه دهنتهم 3 داغي. انا كيعجبني نحضر يعني الكل في نفس الوقت باش كتجيك يعني سهله. هنا ضفت واحد شويه ديال لاصوص كما كتشوفوا، ندهنها حتى هي في الرغيف مزيان باش تكون كطبقه يعني من اولى.
هنا غادي نبدا نحط اول حاجه هو الدجاج ديالي اللي حضرت معكم. راه باقي سخون هنايا. نحطو يعني نعملو الساندويتش ديالنا مزيان، نديرو الكميه المعقوله. ديما انا كنقول لكم يعني هنا انا استعملت كميه اللي على حساب عدد الافراد الاسره ديالي، كل واحد يدير الكميه يعني اللي عاد تناسبو وشحال باغي هو من ساندويتش. انا راني حطيت الدجاج ديالي كامل، غسلت البانسو عاوتاني ورجعت باش نضيف الخضر ديالي. درت شويه ديال البصله خضراء كما كتشوفوا، كتبقى اختياريه على حسب كل واحد واش كيبغي. وضفت شويه ديال الجزر محكوك مبشور، كما كتشوفوا. فاش كتخدميهم ثلاثه كتعرفي راسك حتى شنو كديري، ما تكونيش نسيتي شي حاجه، كتمشي بواحد الترتيب يعني مزيان هكذا. كنديروا كلشي. سمحوا لي انا راه ضروري نخدم يدي واخا دايره البانسو ضروري كنخدم يدي، حنا ما كيقنعني شيء. هنا ضفت شويه ديال الخيار، كيبقى اختياري كما قلت لكم على حسب الذوق ديال كل واحد. اللي ما بغاش ما يديروش. هنا من بعد ما كملت الخضر يعني غندير الفريت في الوسط هكا، نفرق كل واحد ندير فيه هاد الكميه، غنخلي واحد شويه باش نرافقو مع السلطه في الاخير مع الساندويتش. دابا غنضيف واحد شويه ديال الخس من الفوق. انا تيعجبني الخس في الطاكوس او اي ساندويتش صحي، باش ديما ما نكونوش كناكلو غير اللحوم. يعني ضروري من الخضر لان يعني فيها فوائد كثيره كثيره. هنا من بعد ما كملت هاد يعني الخضر والدجاج والفريت ديالي، خديت شويه من لاصوص اللي حضرت معكم، لاصوص البيضاء. درت القليل منها في كل ساندويتش. ودابا كما كتشوفوا كنحط قطع ديال الجبن مربع ديال الساندويتش، وغادي نحاولوا نسدو الطاكوس ديالنا بهذه الطريقه هكا. نيو الجوانب جيدا باش فاش ندخلوه يتبريصا في آلة البانيني ما يخرجش لنا يعني المسائل من الجناب. كما كتشوفوا بهذا الشكل. هذا الساندويتش الاول، دابا غنزيد معكم الثاني بهذه الطريقه. كيجي رائع ما نقول لكمش. غندخلوه لآلة البانيني يتحمر لينا مزيان. من بعد ان شاء الله غادي نتلاقاو في الشكل النهائي. وما تنسوش، لا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي اشتركوا فيها. وشكرا بزاف للناس اللي كيدعموني ديما. شفتوا هنايا الساندويتش ديالي. أعزائي المشاهدين كما كتشوفوا معايا هذا الشكل النهائي ديال الطاكوس اللي حضرت معكم ديال الدجاج بنكهه ديال الشاورما. رافقته هنا بالصلصه البيضاء اللي حضرت معكم. وكان باقي عندي حتى شويه ديال لاصوص الجيريان حتى حطيتها اللي بغاها، اللي كيبغي شويه حاره. ورافقتها هنا بالفريت وسلطه يعني متنوعه. نتمنى هذا الطبق يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه، كيجي رائع جدا. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. كنشكر يعني الناس القدام والجداد. ومرحبا بكم مع وصفة اخرى مع فاتي فلوغ.